السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم في هذا الفيديو سأتحدث عن وصفة رائعة لتكثيف وإنبات شعر اللحية. نلاحظ أن في الأيام الأخيرة أن العديد من الشباب يهتمون بمنظر لحيتهم، وذلك راجع للعديد من العوامل، من حيث أنها تعطيهم منظر أكثر رجولة وذكورة. أضف إلى ذلك أنها تمنحهم منظر جذاب وجميل. الوصفة بسيطة جدا وتتكون من العناصر التالية: سنحتاج ملعقة صغيرة من أوراق السدر، ونعرف أن أوراق السدر معروفة جدا بخصائصها المطهرة. نحتاج أيضا أوراق البصل. نعرف أن البصل يتميز باحتوائه على عنصر الكبريت الذي يقوي البصيلات ويمنحها البريق واللمعان، كما أنه يساعدها على تكون الكيراتين الذي يعطي للشعر الصلابة والقوة. نحتاج أيضا فص من الثوم الذي قمت بتنقيته من قبل. نعرف كذلك أن الثوم مضاد للبكتيريا بامتياز. إذا هذه الوصفة متكاملة من حيث العناصر. كما سنحتاج أيضا كأس من الماء والذي سنقوم بغلي هذه العناصر فيه، ونحتاج بالطبع إلى بخاخ. هذا البخاخ سنقوم برش المحلول الذي سنحصل عليه في الأخير على الأماكن التي نريد إنبات اللحية بها. إذا نشرع في تحضير الوصفة. إذا كما قلت سنحتاج ملعقة صغيرة من أوراق السدر، ثم نحتاج إلى القليل من أوراق البصل هكذا، ثم سأضيف فص الثوم الذي قمت بتنقيته، وسأصب الماء بهذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بغلي هذه المكونات. كما تلاحظون لقد وضعت هذا المزيج على النار حتى يغلي. سأتركه يغلي لمدة 5 دقائق فقط. كما تلاحظون فإنه الآن يغلي بعد مرور 5 دقائق، وحسب كل شخص وحسب حدة النار يمكن تركه حتى 10 دقائق إن أردتم. إذا يكفي. بعد أن تركته لكي يبرد قليلا سأقوم الآن بتصفيته بهذا الشكل. يمكنكم استعمال قمع وآلة للتصفية أي مصفاة بهذا الشكل. هكذا. ثم أقوم الآن بوضعه في البخاخ حتى يسهل علينا استعماله. إذا هذا الخليط فعال جدا في إنبات الشعر وتكثيف الفراغات. تستعملونه بهذا الشكل. تلاحظون الآن النتيجة التي حصلنا عليها محلول يعني يشبه الشاي من حيث اللون. تقومون برشه بهذا الشكل على كل المناطق التي تريدون إنبات الشعر بها، فهو يحتوي على عناصر مفيدة جدا للشعر بحيث يقوي البصيلات من الجذور، كما أنه ينعمها ويكثف المناطق التي بها شعر خفيف. هذه الوصفة سيحبها الرجال كثيرا نظرا لمفعولها الرائع. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا معنا على قناة مفتاح الحياة ليصلكم المزيد، ولا تنسوا الضغط على زر أعجبني، وإلى اللقاء في فيديو قادم.